حديث قدسي وارد عن الله يقول وإن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر فأفقرته. الله يقول بعض الناس بيصير آدمي إلا جيبه فأرغ، شوفه متدين صاحب الله. بعد وإن من عبادي لا يصلحه إلا الغنى فأغنيته. بالعكس بعض الأحيان الله يقول بعض الناس لازم جيبه متروس يلا يصير خوش آدمي، هذا حديث قدسي. وإن من عبادي لا يصلحه إلا المرض فأمرضته. الله يقول بعض الناس ما يصير آدمي إلا يتمرض، ساعة إيدي ساعة رجلي ساعة معدتي، إذا أنطي عافية يصير جبروت. مو والله مشكلة بعض الشباب بالشارع، بعض الشباب مشكلته شنو؟ الله منطيع عافية بس، أي بس عنده شوية عافية، دخل من العافية ما يسوى له عانة. شايفهم بالمستشفيات؟ تريد تعرف، اسمع زين، تريد تعرف نعم الله ايش قد عندك؟ ها؟ ادخل للمستشفيات تعرف نعمة الله عز وجل ايش قد. تريد تعرف نعم الله لا تعد ولا تحصى؟ مو نسمع هذا الكلام؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى. وين القاها لا تعد ولا تحصى؟ تريد تعرفها؟ نعم. يقول روح للمستشفيات، ادخل بالرهتات الباطنية والكسور وغيرها، ادخل باوع كم واحد شادي له صونده يقدموا له الطعام عن طريق الصونده، باوع. شوف كم واحد اجلكم الله يتضرر يبول عن طريق الصونده. شوف كم واحد مغمى عليه، عبارة عن جنازة، والله جنازة، كل شيء ما يحرك، لا ايد لا راس لا عين، لطب ما يعرفه. هنا تعرف نعم الله لا تعد ولا تحصى. لذلك عندنا بالمستحبات بالصلاة بالمستحبات الركعة الثالثة لما تقوم شو تقول؟ أقوم بحول الله وقوته. شنو معناها؟ هاي المسافة أقل من ثانية بحول الله وقوته. أقوم وأقعد